السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست اعرف كليتك. النهاردة معانا نموذج مشرف من خريجي كلية العلوم، الدكتورة جهاد حسن زنون. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نموذج من سوق العمل، المرة دي احنا بنتكلم عن نموذج أكاديمي ليه قصة نجاح هنشوفها مع بعض في خلال حلقتنا إن شاء الله. أهلا بيك يا دكتورة، نورتينا. بنورك والله. احكي لنا بقى كده ايه كان شعورك لما التنسيق جابك علوم؟ والله هو زي اي شعور اي حد بيخش علوم ان هو بيبقى يعني ما كانش يعني هي ما كانتش متوقع قوي. بس انا بصراحه بعد ما دخلتها حبيتها جدا يعني. وكمان يعني بحبها جدا بالرغم ان هي طبعا اكيد في صعوبات قابلتني سواء اثناء الكليه او بعد الكليه. ولكن كل حاجه بتعدي زي ما بيقولوا، يعني هي اهم حاجه تكون انت يعني تعرف تتاقلم وتعرف ايه المميزات بتاع الكليه، لان هي مميزاتها كتير جدا 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 يعني، بس اللي يقدر يعني. يعني حضرتك قدرت تكملي وحطيتي هدف، ولا قلتي بقى زي ما تيجي تيجي؟ لا هي انا يعني انا دخلت فيها وخلاص. كنت حاطه في دماغي بصراحه ان انا اتعين، يعني دي كانت اول هدف لي من اول ترم، ان انا وكنت الحمد لله اول ترم جبت امتياز. وكان برضو يعني بالرغم ان هو كانت في الدفعه بتاعتنا ما كانش كتير بيجيب كده، بس الحمد لله يعني ده اداني هدف، ده دافع بقيه الترمات بقى ان انا اكمل وكده يعني. دايما في حياة كل إنسان ناجح بيبقى فيه دافع كده خفي، آه، هو اللي إيه يعني بيستمد منه الإلهام، أو هو اللي بيوجهه. هو ممكن والدي تقول. والله، يعني انا ماما وبابا الله يرحمه. بابا كان يعني الله يرحمه كان هو الدافع ليا، بيقول لي انا عايزك تبقي زويل مش عارفه، كان دايما بيجيب لي النموذج ده طبعا اللي هو مثال مشرف لاي حد طبعا في كليه علوم، الدكتور احمد زويل الله يرحمه. وماما طبعا بقى يعني يلا عايزه اشوفك دكتوره مش عارفه ايه والكلام من ده. فبصراحه هم كلامهم هما الاثنين قوي قوي يعني ايه، كنت حاطاه في دماغي من اول يوم ما دخلت في الكليه. وعايزه اقول لك بابا كافئني بعد، يعني اول ما جبت امتياز في اول ترم جاب لي موبايل. ايام الموبايلات ساعتها كانت لسه بقى جديده كده، وجاب لي موبايل بالكاميرا بقى، دي كانت حاجه اكسكلوزيف وقتها. فبدا يشجعني يعني. يعني كان يعني كنت حضرتك بتكتسبي كده إيه الباور بتاعك اه من والدك الله يرحمه. الله يرحمه. في حياتنا الجامعية بنقابل عثرات كتير، بنيجي عندها كده، إما إن إحنا بناخد قرار بقى أساسي إن إحنا هنكمل وهندوس وهننحت في الصخر، أو بنعطل وبتبدأ إيه نسلك بقى طريق الاكتئاب وكده. ممكن تحكي لنا عن بعض العثرات الشديدة اللي قابلتك خلال الحياة الجامعية؟ والله في الحياة الجامعية في الأول طبعا أنا كنت داخلة مش فاهمة حاجة، حتى الأقسام أنا مش فاهماها. أنا ليا أختي الكبيرة وهي الله يرحمها دلوقتي يعني، هي كانت برضه في كلية علوم بس جامعة عين شمس، هي كانت قسم كيمياء وحيوان. هي طبعا كنت بشوفها في عين شمسي طبعا، وقسم الحيوان بتاعهم كانوا بيرسموا حاجات كتيرة وتشرح وكده، فأنا ما كنتش بحب الرسم أصلا كانت المواد بتاعتها صعبة قوي قوي يعني بطريقة فظيعة. فأنا كنت داخلة الكلية بقى مش عارفة، ومش عارفه ايه الاقسام، وهل طب اخش كيمياء، طب قالوا لي في قسم مايكرو، يعني ايه مايكرو اصلا انا ما اعرفوش يعني. فانا كنت لسه كنت تايهه توهان ما يعلم به الا ربنا يعني. بس الحمد لله يعني انا كتبت رغبات، فجات لي في الاول فعلا جات لي كيمياء حيوان، بعد كده لقيت زمايلي بتوع الثانوي لقيتهم داخلين معايا، انا كنت تايهه لوحدي. فمنهم صديقه يعني عزيزه عليا، فاول ما قابلتني ازيك مش عارفه ايه، قالت لي انا قلت لها انت دخلتي قسم ايه، قالت لي انا كيمياء ومايكرو، قالت لي طب تعالي، قلت لها انا كيمياء وحيوان، قالت لي طب تعالي معانا. فقلت لها يعني ايه اصلا كيمياء ومايكرو؟ قالت لي مش عارفه بس تعالي وخلاص. وفعلا حاولت وانا ما اعرفش اصلا يعني أنا ايه. قلت لك تعالي جيتي. تعالي والله العظيم ورحت فعلا. ومن ساعتها بقى ايه بدات افهم، وعايزه اقول لك لحد اول ترم في الكليه ما كنتش اعرف يعني ايه مايكرو برضه. وانا أصلا. مكمله برضه. انا مكمله لان كان نظام قديم شويه، فكنا بندرس بعض المواد نبات شويه، فما ما كانش زي دلوقتي ايه مواد المايكرو بنفهمها لهم من اول ترم، لا كانت اللائحه القديمه كانت مختلفه شويه. بدات افهم بقى واحده واحده لحد ما حبيت القسم بصراحه. انا كنت ناويه احول كيمياء بس لا انا ما كملت. طب كان إيه سر تفوقك على زمايلك وقتها، أو على أقرانك يعني الناس اللي معاكي؟ بما ان علوم بنبقى عارفين ان هم معظم الناس اللي بتبقى داخلين بيبقوا كلهم الى حد ما مستوى واحد او مستوى متقارب، يعني زي ما كنا بنقول ان هم يعني بقى كسر طب يعني، فكلهم مستوى واحد. فايه كان سر تفوقك على اقرانك او الناس اللي معاكي في الدفعه؟ والله هو انا حطيت هدف في دماغي فعلا، انا كنت حابه المواد حابه الكليه، فهي دي بتختلف فعلا من واحد لواحد يعني. في ناس بتحب تخش كليه كحب حبيتها بعد، حتى لو انت كراها جواز غصب زي ما بيقولوا كده، فانا خلاص اتقرنت بيها كغصب، بس بعد كده حبيتها. وفي ناس بقى تفضل برضو ايه متقدره من الاول كده للاخر، فدي عمرها ما هتوصل يعني. فانا بصراحه من اول ترم العقده اتفكت خالص، ما حسيتش باي حاجه وحسيت في لاف ستوري بدات مع معايا ومع الكليه. المواد اه.
وبالرغم ان انا كنت بحب الكيمياء وقتها، بس لا، انا مواد البيولوجي حبيتها اكتر مواد المايكرو، وما زلت يعني بقول سبحان الله، وربنا فعلا بيحط الواحد في المكان اللي هو مش عارفه وفاهمه، بس بعد كده بيكتشف ان هو ده احسن حاجه حصلت له، يعني سبحان الله. كنت من النوع اللي بيساعد الناس ان هم الهيلبرز دول، ولا من الناس الخبيثه بتاع الدفعه اللي هي معلوماتي ليا انا وبتاع؟ لا خالص والله، انا كنت اصلا نوع بحب مشاركه المعلومات، وكنا انا وشله كده، انا واصحابي يعني البنات مع بعض، كنا بنحب نتسلى ونناقش ومش عارفه ايه وكده، وبرضه حتى من بره الشله بتاعتنا، فكنا بنقعد نتبادل المعلومات، وحتى ايام الامتحانات بقى كنت تلاقينا مع بعض كده، والسؤال ده هنجاوبه ايه وده هنعمل ايه ونجاوب مع بعض ونناقش يعني. فكنت بحب كده اصلا يعني. وحتى كشكيل انا كنت بلخصها، سواء العملي او حاجات بره، كانوا بياخدوها يصوروها، ما كانش عندي مشكله خالص وكانت مشهوره اصلا يعني. طب كان ايه علاقتك باساتذتك؟ كانت علاقه طيبه ولا ما كانش في علاقه، اللي هو مجرد المحاضره هو وخلاص؟ وقتها بصراحة كان محاضرة وخلاص، يعني أو فعلا الزمن اختلف دلوقتي فعلا ما بين العلاقات شوية، إنما قبلها كنا إحنا بنخاف ذات نفسنا أصلا، يعني ما كناش. ممكن تكون المعيدين شوية، يعني في بعض المعيدين فعلا كنا نقرب منهم كده، إنما الدكاترة ممكن أنا عن نفسي ما يعني إيه، كنت ما عندي رهبة أو خجل شوية، ما كنتش بروح قوي يعني. طب هل كان في حد مثل اعلى ليكي، او كنت واخده منه، يعني كان مصدر الهام ليكي من اعضاء هيئه التدريس، اللي هو انا عايز ابقى زي ده، او ان انا عايز اسلك والله الكارير هم عشان اوصل كلهم ليه؟ يعني اكيد، انا لما شفت دكاتره كتير عندي في القسم حبيت طبعا اكون زيهم وكده. والحمد لله اول فعلا ما تعينت لقيتهم يعني كانوا عارفيني ورحبوا بيا، ولقيت الدنيا كويسه جدا خالص، يعني مش زي ما انا كنت متصوره في دماغي، او حاطه بقى اني لا، لقيت كل الدكاتره المكاتب بتاعتهم مفتوحه ليا، ودي حاجه كويسه يعني. وبداوا يوجهوني ويدعموني، والى الان لو انا بغلط هم بيوجهوني ويدعموني يعني. بعد ما حضرتك اتعينتي، حسيتي ان انت كده خلاص راضيه عن نفسك، حققت الهدف الاساسي، ولا ده كان يعني بدايه لاهداف اخرى؟ والله هو اي حد بيتعين كان ساعتها بيحس ان هو خلاص بقى كده ارتاح بس هو ما عرفش ده فخ على فكره فخ فعلا فظيع يعني، ومش هيقدر يحس بيه الا اللي فيه. يعني في ناس تقول لك انا خلاص اتعينت بقى واحلامي كلها لا لا لا، خالص خالص خالص. دي مش عايزه اقول لك اول السلم ده تحت السلمه كمان لان لسه هتقابلك عقبات كتيره قوي قوي قوي، وانا ما زلت فيها، يعني انا ما زلت فيها في المرحله بتاعتي، قابلتني عقبات وبكتئب فعلا، وبمر بحالات اكيد مش احسن حاجه وكلام من ده، بس احسن حاجه ان انت مر بالمرحله دي، بس لازم هترجع تاني يعني. بس كان في اهداف اخرى، يعني بعد ما اتعينت حطيت اكيد في لنفسي اهداف هدف اخرى، تاني؟ في حاجات منها اتحققت وفي حاجات برضو يعني حصل بنسعى شفتات فيها كده. دلوقتي لسه؟ اه بنسعى فيها، وفي حاجات برضو يعني حاجات ما حصلتش زي احسن حاجه زي ما انا عايزه، بس اكيد طول ما احنا لسه فينا نفس اكيد هنفضل يعني نحاول، اهم حاجه ان احنا نحاول. لما دايما بنقول دكتورة جهاد، بتلاقي دايما ايه الناس يعني بتنظر نظرة احترام كده. ايه كان سر حب الطلبة وزمايلك ليكي يعني؟ والله هو انا دايما انا بحب اتعامل مع الطلبه كانهم اخواتي الصغيرين طبعا، يعني انا في يوم من الايام كنت زيهم، يعني كنت طالبه زيهم كده، فانا كنت حابه وكنت بشوف مثلا في بعض الناس كنت عايزه ايه، ابقى بسال حاجه اكون خايفه ومش عارفه ايه، فانا بقيت احس، بقيت اشيل الجزء ده منهم، لا لو في حاجه تعالى قول لي، مش فاهم حاجه اعيد لك، مكتبي المعمل بتاعي فعلا مفتوح اصلا، فعلا لما بيحتاجوا اي حاجه بقول لهم، الظرفي مفتوحه اصلا بيجي ياخدوها، فبقيت احس في علاقه طيبه وباحترام برضو، يعني لا بيبقى في احترام وصداقه ما بيننا، فتحس الطالب مش خايف منك مهما حصل، بالعكس انا بلاقيهم كتير اصحابي وبيفتقدوني، او لو انا بعدت شويه وهم بيجي يقولوا لي وفينك، فبحس ان في حاجه كويسه، وده اصلا ده اساس بقى ايه تخلي الطالب ذات نفسه يحب الكليه، لما تلاقي اصلا الدكتور هو ذات نفسه متعاون. متعاون او كده، او حابب المواد وكده وبيقولها لك بحب، فانت هتنفس انها تلاقي نفسك تلقائيا بتحب الماده بتاعته وحاببها وكده. بيقولوا دايما ان الشخص الاكاديمي، سواء كان معيد او طالب مجتهد او بيحضر ماستر او كده، بيبقى نيرد وحد مهتم جدا بالدراسة، ما عندوش اي نوع من الاجتماعيات او من الذكاء الاجتماعي. فيعني هل يعني حياتك كانت اثناء الدراسة وكده نيرد مهتم بالدراسة وبس؟ انا برضه عندي مشكله في حته نير، ماشي بس اولا والله هي في ناس كده وفي ناس كده، انا من النوع اللي انا مش كده خالص، انا بحب الانفتاح عموما، انا بحب الانفتاح في كل حاجه، يعني بحب انا عندي يكون ثقافه في كل حته، في حته يعني، سواء بقى ثقافه علميه، ثقافه فنيه كمان ممكن تلاقيني فيها، ثقافه سياحيه، ثقافه سياسيه، بحب انا الحاجات دي يكون عندي، مش لازم باللي هو القدر العالي، بس اكون عندي مقتطف من كل حاجه، فبحب كده اكون اعرف هنا وهنا وهنا وبحبش اسيب يعني كان في نفسي يعني. اجتماعيات ونوع من التفتح، مش انغلاق على الدراسة وبس؟ لا خالص، لكن بالعكس انا كنت وانا في الكليه كنت بتطلع انا وزمايلي رحلات كتيره جدا، ونروح ونيجي ونتفسح وما عندناش مشكله يعني. يعني قدرت توفقي ما بين الدراسة اه بشكل جدي، وان في هدف انا عايز اوصل له، وما بين الحياة الاجتماعية؟
دي حقيقة هي مش صعبة، أنا مش شايفة إنها صعبة، هو طالما الشخص فعلا، وخاصة في طريقة المذاكرة، يعني في ناس تقعد تذاكر كتير كتير وما تحصلش، وفي ناس يا دوبك عارفة إنها يوم هتبقى فوكس خلاص على الحاجة اللي هي عايزاها وتقدر تحققها، قدامها متسع من الوقت إنها تقدر تعمل اللي هي عايزاه يعني. وده أنا بنصح بيه عموما، أنا ما بحبش فعلا إن هو يجبت نفسه وخلاص ينسى نفسه بقى وحياته وكل حاجة وخلاص كأن مفيش دي، ولا إنه برضه ينسى الحياة بقى العملية بتاعته، ما هو مش كده ولا كده. اكيد هتحصل لنا دروبات، يعني انا ممكن في فتره كنت مش طايقه الحياه العمليه دي خلاص جبت اخري زي ما بيقولوا، احباطات كتير ومش عارفه ايه. بس والله بجد اللي كان بيرجعني هو الطلاب مثلا فعلا، ودعمهم ليا وحبهم ليا، ده اللي كان بيرجعني في حاجات كتير، فقلت سبحان الله يعني اللي عملته ربنا بيرده لي في حاجه تانية يعني. طب ايه سر بقى لقب الدكتورة الكاتبة؟ لان انا سمعت اللقب ده كتير الصراحة، فانا عايز افهم ايه السر ورا ده. والله هي الكتابة يعني، هو أنا وأنا صغيرة كنت قارئة جيدة يعني، أنا يعني بابا الحمد لله الله يرحمه كان عنده مكتبة كبيرة جدا. كان جايب فيها كل الكتب، سواء بقى كتب مترجمة، قصص، قرايات، كل حاجة كل حاجة فعلا يعني. فأنا كنت بحب أقرأ بقى قصص، فقريت أول حاجة قصص مترجمة وأنا صغيرة، فالقراية دي بدأت معايا، وكنت بقعد اقرا حاجات اكبر من سني شويه يعني، فبقى يعني فتحت مخيلتي شويه، لحد بقى ما بدات دماغي دي طول ما انا في اي حته او في اي وقت فراغ الاقيها عماله بتشغلها قصص في دماغي، قصص في دماغي، ودماغي دي ما بتسكتش طب في انا نوع معين او في لون معين من يعني في كاتيجوري كده معينة انا حضرتك ماسكاها بتكتبي فيها، ايوه ولا بتكتبي بشكل عام؟ لا انا بكتب في كاتيجوري معينه، اللي هو الفانتازيا او الخيال العلمي، النوعين دول طبعا، الفانتازيا حاجه والخيال العلمي حاجه عشان الناس. طب ممكن تقول لنا الفرق بينهم؟ هو الفانتازيا ان انت بتبني عالم كله خيال، كله يعني الحاكم فيه زي ما بيقولوا، انت الراسم فيه، انت اللي بترسم براحتك، يعني ممكن ترسم مدينة فوق السحاب زي ما تقول براحتك ترسم اي حاجة، مفيش اي قوانين تخضع للطبيعة خالص. اما الخيال العلمي لازم هو خيال برضو، بس بيكون مبني على اسس علمية، يعني في على الاقل حتة علمية انت رايح فيها، وبعد كده انت بتبني عليها خيال بقى عادي، ده براحتك برضو. يعني ما كنتيش خايفة من الفشل، ان الكتاب ما ينجحش، محدش يقراه؟ انا ما حطيتش حته في البشر، انا حطاها اصلا كهوايه، انها بتخرج بتنفس عني ضغط الشغل، يعني لولا ضغط الشغل اللي أنا كنت فيه ما كنتش الكتابه ظهرت، فحسيتها لا هي متنفس عني، فدي حاجه بعد كده تحول كويسه. لهدف او اتحول تحول بعد كده، هو انا اصلا ما كانش في دماغي والله ان انا انشر اصلا، لولا بس ان في برضه من النوع اللي هي يعني عرضت الفكره دي على حد قريب مني، فقال لي انت ليه ما، او فعلا قرا قبل ما انشر الروايه فاراها، قال لي دي جميله قوي انت ليه ما تنشرهاش، قلت له انشر ايه، انا مش في دماغي اصلا، فقالت لي لا انشريها ومش عارفه ايه وكده، وفعلا خدت الخطوه بقى يعني، ما اعرف سبحان الله يعني والحمد لله هي لسه طبعا يعني في الجزئيه دي لسه ما تعرفتش قوي، بس في البدايات كمبشرة الحمد لله، حتى أنا يعني أنا راضية بالإنجليزي زي ما بيقولوا، ومع الوقت بقى كل حاجة إن شاء الله تبقى أحسن. طب اول كتاب حضرتك نشرتيه او اول رواية كانت عن ايه، وكان استقبال المجتمع ليها ايه؟ هي كانت فانتازيا بقى اللي أنا قلت عليها الأول حاجة، اللي هي خيال كلها، هي اسمها سجينة السحر، وهي لها جزء تاني ده لسه ما اتنزلش، وفي ناس كتير بتسألني عليه ولسه ما نزلش بس هحاول أنزله إن شاء الله في أقرب فرصة يعني. الأولانية فانتازيا، التانية خيال علمي. تمام. الأولانية فانتازيا هي بتتكلم، هو أنا الغرض منها إن هي كانت هي واحدة مثلا بتروح مدينة سحرية وبيحصل لها حاجات غريبة كده يعني، وهي لها هدف، بس أنا مش هقول بقى هنا أكيد اللي عايز يجي يقول لي وأديله الرواية على طول مفيش مشكلة يعني. بس هي أنا دايما بعمل أهداف للرواية بتاعتي، أولا هي بتتكلم عن السحر، فانا طبعا السحر ما فيش، اكيد في ناس كتيره ابتلت بيه او حاجه زي كده، ومش سحر بس من الناحيه دي، لا في سحر سواء هي مدينه سحريه او بتتكلم عن السحر ذات نفسه والشيطان والحاجات دي، وازاي بقى بيتحكم في الانسان وكده، واحنا لو استسلمنا له ايه اللي ممكن يحصل وكده يعني، وازاي بقى نقدر نتغلب عنه في النهايه. هم بيقولوا دايما ان الكاتب يعني في نوع كده من الكتاب او يمكن معظمهم بيعبر عن اللي جواه، او تقدر تستمد شخصيته من خلال كتاباته. يعني انا اقرا روايه ليكي اعرف شخصيتك، هل ده حقيقي؟ والله هو طبيعي احنا بنحط جزء من تجربتنا في طبيعي في بعض الشخصيات اللي موجوده. انا مثلا بحط نفسي بقى لما باجي ارسم البطل او شخصيه البطل او شخصيه البطله، طبعا اكيد انا مش راجل، فاكيد البطل ذات نفسه ممكن بقى ايه من تعاملاتي مع العالم الخارجي ممكن كنت حاطه الصفات دي، انما انا البطله ممكن تكون حاطه جزء منها فيا بس مش كله، اكيد طبعا عامله لها حياه مختلفه، طريقه مختلفه، مهنه مختلفه تماما، بس اكيد بعض المبادئ اللي انا بؤمن بيها هحطها فيها شويه، اكيد جزء يعني حتى نقدر لو نقول ان جزء. الكتب حضرتك بتوصل افكارك؟ بتوصل طبعا بعض الافكار. طيب
كان استقبال المجتمع ايه لاول روايه عملتيها؟ لا والله كان حلو والله الحمد لله، حتى يعني الفيدباكس اللي جات لك كانت؟ لا كويسه جدا، ومش شايفه، او حتى والتانية بقى بتتكلم عن امراض النفسيه، برغم انها خيال علمي وقالت ارواح بقى ومش عارفه ايه، بس هي بتتكلم عن الامراض النفسيه. يعني في ناس عايزه تقول انها يعني بدا بعد ما قرت الروايه الاولى او الثانيه بدات تفهم يعني ايه السحر، سواء في الروايه الاولانيه والثانيه تبدا تفهم الامراض النفسيه والحاجات اللي بقت منتشره الايام ديت. قلتها عن طريق سرد في الشخصيات بقى، يعني بدأ يحطوا كل مرض نفسي في كل شخصيه وازاي يتعامل معاه وازاي نقدر نتغلب عن كده. فدي كانت حلوه جدا يعني الحمد كان لله. الفيدباك نفسه حلو، اه خلى يشجعك والحمد انك لله اسلوب تكملي. تطور، يعني انا مع اول روايه تاني روايه انا عايزه اقول تاني روايه اعمق عندي من اول روايه. يعني انا عن نفسي بحب افتخر بتاني روايه عن اول روايه كمان، بالرغم بقى اول روايه طبعا دي اول تجربه وكل حاجه، بس انا اسلوب والاسلوب حلو، بس اسلوب تاني روايه اتحسن عندي كتير، وكان كل اللي قرا قال لي كده، قال لي ان حاسه ان دي ما يعني الاسلوب قفز خالص يعني. طب ده مبشر للجزء الثاني من ايوه الروايه الاولى يعني. ايوه الجزء التاني فعلا هيبقى اعمق من الاولاني. ده بيهلك وقت وبيهلك تفكير، هل ده عطلك عن الشغل؟ والله مش حكايه تعطيل، هو احنا كده كده اصلا ساعات انت من ضغط الشغل مش هتقدر تشتغل 24 ساعه، فبتحتاج راحه. فاثناء الراحه دي انا يعني بحب اكتب. بس اولا وعندك كده كده كتابه في اي وقت، انت مش ملزم ان انت تنزل كل سنه، مش ملزم تكتب في وقت معين، يعني انت قدامك الراحه براحتك بس يعني. عند ليفل معين هيبدأ الجمهور بتاعك يعني يطلب منك. ده ليفل بقى ايه ان انا خلاص بقى وصلت. ما عنديش وقتها مشكله ساعتها. كنت فرغت اكتر، حياتي العلميه خفت شويه كده، ممكن ساعتها دي هتبقى برضو حاجه حلوه مش وحشه يعني. حتى لو هم ضغطوا عليا يا ريت ساعتها بقى بس توصل للمرحله دي، بس ان شاء الله خير يعني. طيب بيقولوا ان حضرتك فيمينست، هل ده صحيح؟ بيقولوا مين اللي بيقول طيب؟ انا بقول. انت بس. لا والله مش كده، هو حكايه ان انا انثى فبحب كل ما هو انثوي. دي انا حياتي كده يعني يعني. مش سترونج اندبندنت وومن والمرأة لا زي مش الرجل حكايه بالظبط؟ سترونج ولا زي كلنا على فكره، الانسان ذات نفسه، الانسان بقى سواء راجل او ست يبقى جواه هش، يعني بيبقى جواه هش فعلا، هو الانسان بيبقى جواه ويحتاج، مفيش حد سترونج طول الوقت لا ست ولا راجل. يعني برضو حته ان الراجل لا بيحمله. معلش، الراجل سترونج مفيش كلام. خلينا برضو نقول ان دي من ضمن مساوئ المجتمع، ان هو حمل برضو الراجل فوق طاقته وبرضو بيحمل الست حاجات فوق طاقتها، فاحنا جوانا حاجه هشه خالص، فانا لازم نتواصل مع طبيعتنا عموما يعني. يعني حضرتك بتنصر المرأة فقط ولا والله بتدعي انا مش للفيمينيزم؟ حكايه بنصر المراه، انا بنصر اي حد ضعيف، وعشان يعني معظم الحالات اللي بتقابلني فعلا بيبقى فيها ظلم شويه، ودي لازم نعترف كلنا فيه، في شويه عنف مثلا ضد المراه، في ناس بتتحامل شويه على البنت مش عارفه ايه كده، فيعني اما بلاقي حالات زي دي انا فعلا بقى ايه بتستثار فيا، ليه يعني مش عارفه ايه والكلام من ده، فبحب اناصر الحته دي. انما انا لو لقيت راجل بيتعرض لنفس الموقف الست ضعيفه برضه بقف معاه، انا ما عنديش مشكله في اي حته اي حد ضعيف يعني. انا بحب اناصر الحق عموما مهما كان سواء هنا او هنا، بس فعلا عشان انا بقول دايما ان المجتمع بيجي على البنت شويه، ودايما بقى بيحب يقلل منها شويه، يعني انا بشوفها مزيد الطلبه ذات نفسهم انا درست لهم يجي يقولوا مثلا بوستات يلا على المطبخ مش عارفه ايه، طب ما انا في يوم من الايام كنت درست لك وكان حابب ياخد سكاشن معايا. لا بس هو يعني ليه الحكمة، الجمله دي؟ يعني الحكمة بتقول ان المرأة مكانها المطبخ. لا كلنا مكاننا المطبخ. كلنا في الاخر هناكل. المشكله ان كلنا سواء راجل او ست هياكلوا. لان حضرتك عارف ان اصلا الشيفات المشهورين كلهم رجالة. ما هي مراته اهوت عامل مطعم ما حدش هيعرف ياكل فيه. الا يعني اقول ايه بس. يعني حضرتك بتنصر المرأة الضعيفة لكن لا تدعي للفيمينست او سوري انا للفيمينيزم. ضد اي تطرف في اي بالظبط فكريات، التطرف انا ما بحبوش عموما. يعني ضد يعني في ناس بقى النسويات. اللي هي خلاص اللي انا مش هقدر وانا كافيه لنفسي، عايزه اقول ان مهما كان سواء راجل ادعى ان هو مش هيقدر يعيش من غير ست، او ست ادعت انها تقدر تعيش من غير راجل، ده كذب باين، كذب فعلا باين يعني، كلنا محتاجين لبعض بس وكل واحد له دور معين فانا بحب اناصر، يعني كلنا هي علاقه تكامليه بالظبط، في يعني الاول الفطرة اللي والاخر. ربنا فطرنا عليها، ده يعني اللي هو حقيقي. الاتنين دايما محتاجين لبعض. بس انا مع ان الواحده تحقق نفسها في كل حاجه، يعني سيبوا الواحده هي تختار هي نفسها ايه، يعني انا دايما بقول لك ايه، يعني يحددوا معايير معينه للبنت. انت مثلا لا انت في الكادر ده خليكي هنا في البيت، لا هي اسالوها هي عايزه ايه، افرض انا حابه على فكره احنا عندنا حته ان احنا تعداد المهمات فعلا دي مش موجوده عند الراجل، يعني الست تقدر تعمل كذا حاجه في نفس الوقت. انا شفت يعني الراجل دايما لا. بيقولوا ان هم بيعملوا ان هم مالتي تاسكينج. اه اللي بتلاقيها بتتكلم في التليفون وبتسوق ومعاها بيبي صغير، فتروح جايه عامله حادثه والتليفون يقع يتكسر. ده على فكره والبيبي الحوادث يقع. بيعملها الرجاله اكتر. والله الحوادث بيعملوها الرجاله. يعني هم بيقولوا ان هم مالتي تاسكينج وما يعرفوش يعملوا حاجه اصلا. لا بنعمل الحمد لله، لا بنعمل وعملنا كتير، وفي علماء عملوا كتير وعلمات وصلوا كتير فدول قدوة ليا وبحب افتخر بيهم في كل اكيد حاجة طبعا، يعني. يعني هو بص، هو ما فيش قاعده في الحته دي بالذات، لان في بنات
يعني هو مثلا بيقول المرأة ما تعرفش تسوق، صح؟ البنت ما تعرفش تسوق، في بنات محترفين في السواقة، بس القاعدة ان هم ما بيعرفوش يسوقوا لا، حرفيا. هو المجتمع هو اللي بيفرض عليهم. انا عايزه اقول لك لو سافرت بره، يعني أنا من نوع التجربه اللي انا سافرت فيها بره كتير بيسوقوا جدا، سواء وعجل وموتوسيكلات وعربيات وما شاء الله منطلقين يعني جدا، كله سواء بنات او رجال. فهم عشان هو دي عندهم عادي، انما هنا احنا حاطين ما بتربي. هات كده حد صغير وقول له انت ما بتعرفش، حتى لو ولد، انت ما بتعرفش تعوم، انت ما بتعرفش تسوق، انت ما بتعرفش، هو هتلاقي نفسه ذاتيا فعلا مش هيعرف يعمل الحاجه دي، لان انت ربيته او خوفته من الحته دي، مش هيعرف. انما حطه في مجتمع تاني، لا انت هتقدر، انت بتعمل هتلاقيه بيعمل يعني لوحده. يعني بنقول ان ده كله مرجعيته الدعم، اه ده او حقيقة. الثقافة اللي موجودة في ده المجتمع. حقيقة. فأي حد يقدر يعمل أي حاجة على فكرة، لا سواء بنت أو يعني أي حد يقدر يعمل أي حاجة، بس هو يكون جواه عامل، وجواه برضو ما يسيبش بقى إيه اللي هو معايير المجتمع تسوقه، هو اللي المفروض يسوق المعايير دي ويروح لأي وجه هو، طالما هو صح وفي نفس الوقت ما بيغضبش حاجة بتغضب ربنا يعني. تمام. يعني احنا لو رجعنا لسؤالنا الاولاني، حضرتك مش بتدعي أنا ضد للفيمينيزم. التطرف في أي التطرف، فكر. بس تمام، أنا بنصر المرأة او الضعيفة. الضعف، يعني ان أو المرأة ما الضعف. تبقاش ضعيفة اه أنا ما بحبش كده. او متطرفة قوي أو اللي متطرف في هي الفكر. الوسطية، ده حقيقي، انا اللي من هو النوع اللي زي ما بحب يعني زي ما الاسلام الوسطيه. امرنا، اللي هو بحب ادعم الاسلام حتى وسط. كمان البنات الطالبات، انا كده يعني بحبهم، بحس ان انا ببقى داعم ليهم، هم حد نفسهم بيقولوا لي كده يعني بتستمد منك الدعم، بحس انهم تايهين لسه بنوتات صغننين كده، بحب يعني لازم ادعمهم، هم اخواتي الصغيرين وكده طيب ضد احنا اي حاجه. قلنا ان البنت المفروض ان تبقى ايه، وسطيه، لا متطرفه في الفكر زي ما بيدعوا بقى الناس اللي انا هم ضد بيدعوا، التطرف سواء الذكوري ولا يعني. ضعيفه تماما ولا يعني. ضعيفه طبعا، تمام. ليه اشتك طيب الحق لو ازاي. حضرتك توجهي نصيحه للبنت اللي ليها اهداف وعايزه توصل ليها، ازاي تقدر توفق ما بين شغلها واهدافها وطموحاتها وحياتها الاجتماعيه وبيتها لو هي انسانه متزوجه يعني؟ والله هي مش صعبة، زي ما قلت هي البنات عندهم حتة المالتي تاسكينج يعني، فبيقدروا يعملوا أي حاجة. فهي أهم حاجة طب تكون مش عايزين نعمم ان البنات عندهم المالتي تاسكينج، لانهم ساعات بيتوهوا ما أنا في تاسك واحده يعني. في طبعا حالات كده، بس أنا بقول هي أهم حاجة يكون الشغل هي حباه، لأن يعني طبعا في ناس بتبقى عن نفسها ظروفها او اللي هي مضطره او كده، سواء بقى الظروف او كده دي ربنا يعينهم من كل حاجه. بس انا دايما بقول ان هو يعني تقدر تعمل يعني عادي تنظم تنظيم الوقت ذات نفسه، اللي هي بتعمل الحاجه اللي هي بتحبها، الشغل عندها، البيت تقعد مع الاولاد. يعني حضرتك شايف ان هي تقدر توفق ما بين شغلها وما بين بيتها هي مش يعني؟ صعبة، مش يعني انا صعبة. أهم يعني حاجة لما بس طبيعة الشغل إيه، يعني تحاول تشوف طبيعة الشغل تلائم مع نفسها أكتر. في ناس عادي بتقدر تلائم حتى لو هي في إيه، وفي ناس لا تلاقيها مثلا مع شغل بسيط وتدوخ ومش عارفة إيه والكلام من ده. فحاول تشوف أنت طبيعتك الجسدية إيه الأول، وبعد كده حاول تشوف الشغل اللي يلائمك إيه. وان شاء الله هتلاقيه. في ناس اصلا عايزه اقول لك بنات دلوقتي فعلا باجي الاقيهم يقول لك ايه، انا مش حابه الشغل او انا مش هعرف اوفق، عادي ما عندي، انا برضو ما عنديش مشكله عشان تقول ان انا فيمينيست. بس وتلاقيهم شغالين اونلاين على فكره حاجات مم. كتيره جدا، وفي يقدروا وشاطرين وفاتحين مشاريع ومش عارف ايه وكده، عادي انت تقدري فعلا تعملي ده، خلاص اقدري. اهم حاجه انت حابه دوت وانت مبسوطه بدوت، وطالما بيجيلك عائد انت راضيه عنه فخلاص. وفي ناس كتير بنات كتيره والله بتعمل دلوقتي مشاريع كويسه وشغاله يعني كويس. تمام. يعني حضرتك قدرتي توصلي الليفل ده، شغل كويس جدا وماشي تمام، وفي نفس الوقت اجتماعيات مظبوطه، وفي والله نفس هو مفيش الوقت حد برضه 100%. يعني انا مش هقول ان كله سليم 100%، بس طبيعي هتلاقي برضه بعض الدروبات في كل حاله من الحالات، بس اهم حاجه فعلا يعني طبيعي اوقات ممكن تيجي شويه على البيت، ممكن نيجي شويه على الشغل، يعني انا عن نفسي في حياتي كده ساعات باجي شويه على الشغل، ساعات باجي على شويه لازم شويه هنا وشويه هنا لحد ما يتوافقوا الاتنين مع بعض يعني. تمام. بس اهم حاجه في حته مهمه برضه بقى البيت، يعني انت لو انت بقى عندك حياتك اسريه او حتى لسه ما جوزتيش وعندك حياتك مامتك او باباك، اهم حاجه تكون هم فعلا واثقه ان هم داعمين ليكي. انت لازم تختاري حد يكون داعم ليكي اول حاجه، او متوافق مع افكارك وكل حاجه، دي اول خطوه، دي مهمه وبنصح بيها. ما تجيش مثلا تكوني واحد عايز ومش واحده ما بتشتغلش في الاخر تقولوا هشتغل، لا ما انتوا تتفقوا من الاول، فعلا لازم تكون يعني تكون الافكار حاطه متوافقه. شروطها اه واولوياتها قبل ايه. هي زي ما بيقولوا كده البينه لازم تكون كل حاجه في الاول يعني. جميل. بما ان حضرتك قسم ميكروبيولوجي، بيقول ان احنا دايما بنتعلم من البكتيريا وبنتعلم يعني عايزين كم حكمه ميكروبيولوجيه حلوه كده. والله هو المايكرو فعلا انا عن نفسي فعلا يعني بكتشف ان هو عالم لوحده كده مليان حكم واسرار يعني، والله بجد. يعني يعني مثلا البكتيريا مثلا لما بتيجي تتعرض مثلا لضغط او تيجي مضاد حيوي مثلا، طبعا مضاد حيوي معروف ان هو بيجي يقتل البكتيريا يعني. فهي ما بتتعرض ليه كتير، فبتعمل ايه، بتعمل حاجه بسيطه جدا انها بتغير تغيير جيني ليها، فبتبقى اكثر مقاومه ليه، فهي بتقاوم، قدرت تقاوم الظروف اللي هي اتحطت فيها. فانت نفس الحكايه، احنا كبني ادمين اكيد بنتعرض لضغوط كتيره حوالينا، حاجات بتحاول تقتلنا تعطلنا كده، فلازم تكون تتكيف داخليا، تاخد الصدمات ديت اوكي، بس تقدر
تخرجها وتقدر تقاوم الظروف دي. فيعني اعمل قوم زي البكتيريا. خليك والفيروس ذات بكتيريا. نفسه برضه، الفيروس ده محدش بيشوفه طبعا، بقى عايزه اقول ان هو اصغر من البكتيريا كمان، وكتير بقى مش عارفين اذا كان حي ولا غير حي. الفيروس بيقدر يتحور بقى تماما كمان، يعني بيتعرض لظروف كتير برضه نفس الحكايه. بيبدا بقى ومش مش بيتحور تحور طفيف كده، ده ممكن يبقى قاتل زي ما بيقولوا بقى ان انا هفرتكم كلكم، ان انا بقى انتوا مستصغريني، طب انا بقى هوريكم كلكم. فنفس الحكايه، ما تخليش حد يستصغرك، يعني لو انت شايف نفسك لا قول له صغير ايه، اذا كان الفيروس محدش بيشوفه اصلا خالص وهو محير الدنيا، فخليك كده يعني. لو حد استصغرك حرفيا عرفه قيمته بقى ساعتها. 2020 قعدنا سنة كاملة ايوه، في شفت بيوتنا حاجه بسبب. ما حدش قادر يشوفها، حيرتنا كلنا وخلتنا كلنا قعدتنا في البيوت. فانت خليك لو حد فعلا قل من قيمتك او استصغرك، لا عرفه قيمته وقول له انا مش كده يعني، وعرفه انت مين يعني. والفطر بقى في حته الفطريات ذات نفسها بقى ايه، من النوع اللي هي بتحب تثبت نفسها في الوسط اللي هي موجوده فيه بقى، وتلاقيها بدات تنمو وتفرز الوان. فخليك كده متشبث بالحاجه اللي انت بتحبها. لو انت متشبث بحاجه بتحبها فلازم تكون موجود في البيئه المناسبه. تعمل بقى الاشكال بتاعتك المختلفه اللي هي الكولونيز بتاعتها، يعني انمو وتجذر في البيئه اللي انت موجود فيها باحلى شكل عندك. هو ده اللي انا اقدر. يعني ما تحطش شماعات، ما تعلقش يعني ايه فشلك على البيئة. تقدر انت لا تقدر، تتكيف. تقدر تتكيف طبعا. عندهم طب التكيف وأي حاجه، ومش بس كده، ده بيفرزوا احسن حاجه عندهم، بيقدموا احسن حاجه عندهم. ف وبيستخرجوا يعني افضل ما عندهم. فخليك استفاد من كل الحاجات ديت، فهتلاقي نفسك احسن ان شاء الله يعني. نصيحة حضرتك ايه للشباب اللي عايزين يسلكوا السلوك الأكاديمي، سواء ان هو هيذاكر ويبقى معيد او هيتخرج ويعمل ماستر ويكمل PhD ويشتغل برضه مدرس في جامعة من الجامعات؟ والله هي طبعا طلبة كتير بعد التخرج جم فعلا كانوا بيكلموني على الحتة دي كتير. السؤال ده معتاد طبعا بعد التخرج، هي دكتورة أنا عايزة أحضر، إيه رأي حضرتك مش عارفة إيه، طب أحضر في أنهي قسم؟ ده برضه القسم بيشغلهم شوية. هل لو طب عشان أنا مايكرو، هل لو حضرت في المايكرو هتبقى كويس؟ بقول لها بص أنا مش عشان أنا مايكرو بقول لهم حضروا في المايكرو، لا بقول لهم أنت عايزة إيه. يعني في ناس مايكرو تلاقي حضرت في الكيمياء، أنا ما عنديش مشكلة. أما حاجة أنت حابة أنهي قسم، لازم تكوني أنت، وكمان في حاجة أنت لازم تكوني عارفة إن هتتعرضي لعقبات كتير، يعني لازم تكوني عارفة، عارفين ان انتوا هتتعرضوا للعقبات دي. فهل لازم تكونوا حاطين في دماغكم كل حاجه ودارسين؟ وانتوا برضو لو انتوا مش متعينين فاكيد هيبقى في تكلفه ماديه، فهل هتقدر عليها؟ هل كده؟ فلازم طبعا الموضوع ليه زوايا كتير. فانت حابب تكون فعلا وحابب تعمل، فبقول له استمر. طبعا هي متعه، هي بصراحه يعني هي بتبقى حاجه ممتعه للطالب ذات نفسه، وبتلاقي فخر بعد كده للاسره بتاعته ليه ان هو معاه ماجستير او دكتوراه. بس اهم حاجه يكون يستفاد منها فعلا، لان في ناس كتير بتاخد تركن وما بتعملش فيها حاجه. ولازم يبقى دارس الوضع. يعني في ناس بتبقى اه مثلا بيبقى شغال في شركة أدوية في مجال الكيمياء مثلا، هو كيمياء وميكروبيولوجي، وهو أول ما اتخرج عمل ماجستير في الميكروبيولوجي، بعد كده اه فرصة العمل اللي جات لا له في هو مجال لازم يعرف. ما الكيمياء. انا بقول لهم استشوفوا فرصه العمل الاول، استنوا شويه مش عارفه ايه، شوفوا القسم اللي انتوا حابينه. لازم تكون حاجه توطد بعد كده تكون تنفعكم لشغلكم. وفي ناس بقى حابه تسلك اكاديميا بس، اللي هي مثلا لا مش شغاله بره وحضر، لا دي انا عايزه مثلا اتعين في جامعه، عايزه اسافر اعمل ايه. ودي في كتير طلبه، وفعلا في ناس والله الحمد لله تواصلت معاهم، في ناس سافرت بره، وفي ناس فعلا اتعينت في جامعات خاصه وعلى علاقه بيهم دلوقتي يعني. ف... إن شاء الله. يعني انا ما عنديش مشكله والله، وكذا حد بيكلمني وبقدر اساعد على ما بقدر طبعا. يعني اكيد ما حدش بيعرف يساعد 100%، بس اللي في ايده يعني بيعمله. فهو الموضوع سهل، بس لازم يكون هو نابع من جواه، مش نابع من جواه بقى وعشان اللقب بس وكده. فبقول له لا خليك اقعد احسن. انما اللقب بس ما اعتقدش ان ده هيشجع اي حد عشان يمر ياخد بمرحله اللقب بس. وضغط وكل دوت عشان. الوقت عدى بسرعة ووصلنا لنهاية حلقتنا، وبنشكر حضرتك يا دكتورة جهاد، استفدنا من حضرتك كتير، وعن حضرتك قدوة حسنة. يعني أتمنى إن البنات تقتدي بيها. ربنا يعزك يا رب. والله انا مبسوطه فعلا ان انا اصلا يعني الفكره جديده اصلا كمان على على هنا في سواء في جامعه المنوفيه او في محافظه المنوفيه عموما. بس هي فكره حلوه ويعني كدعم اللي هي فعلا استمر، وان شاء الله يعني حاجه كويسه تعرف الناس يعني هي الكليه وكده، وتحببهم فيها وتعرفهم اقسامها. فهي ان شاء الله فكره حلوه. ويعني بشكر بشكرك وبشكر القائمين يعني على البرنامج دوت. وان شاء الله تكون فرص تانية احسن يعني. شكرا لحضرتك. وصلنا لنهاية حلقتنا، واحب اشكركم ان انتم مكملين معانا لحد دلوقتي بدعمكم لينا. ويا ريت تقولوا لنا في الكومنتات لو في ترشيح لحد نقدر نتكلم معاه تستفيدوا منه بشكل شخصي، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان نقدر نستمر معاكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.